الفيديو ده كان بطلبكم انتوا اللي قلتوا لي عايزين فيديو عن كل منتجات التصوير. بما انك بتحبيها ادوات التصوير، بما انك بتحبي ادوات التصوير، كلمينا على الحاجه اللي عندك. بصوا الحاجه دي على فكره استخدام كلها شخصي، يعني كل الحاجات دي استعمال شخصي، حاجتي اللي انا اشتريتها. تمام. انا عايزه اقول لكم ان انا في حاجات جبتها منها من المنتجات دي او ادوات التصوير، حاجات غاليه ولقيت حاجات بسعر قليل بتعمل نفس النتيجه. اول حاجه انا مش هتكلم في الفيديو ده عن اي منتج فيهم، حتى الراديو الترند كل حاجه هتكلم عنها، حتى اقوى باور بانك موجود على الكوكب، لان انا واحده بخرج وقت طويل. طب انا كل اللي طالباه منك ان انا الاقي تفاعل على الفيديو ده. انا لقيت تفاعل هبتدي اتكلم عن كل قطعه، واللي هقدر اقول سعره هقول، واللي مش هقدر اقول سعره كلميني هعرفك سعره. تمام. كل حاجه، حتى الصب، السماعات، المايك الجديد بويا اللي هو الصغير ده اللي هو اسمه ميني بويا، كل حاجه هتلاقيها معايا. خلاص. بما اني هتكلم فيه باستفاضه وهقول لك كل حاجه، يعني نركز بس ده، ركزي معايا في ده. حتى الشحن ده موجود، لو انت ممكن تحطيه في ظهرك يعمل لك ضوء للتصوير وشكله حلو قوي على فكره، بس ما بتحطش هنا، يعني ممكن يتحط لورا شويه. تمام. يديكي كل الالوان اللي تتخيليها في الدنيا. ركزي معايا. اللي عايزني اتكلم الاقي بقى في لايك، في كومنت، في شير، احس ان الناس مهتمه، ابتدي بقى اتكلم بقى. انا قاعده مستنيه الفيديو ده يطلع وهبتدي شرح قطعه لوحدها. فيديو مش هطول الفيديو، بس هتكلم عن القطعه، كل قطعه لوحدها. وده كل اضاءه منهم بتطلع للاصفر اهي وبترجع تاني للابيض، يعني مش عندك اصفر بس، عندك من كل درجه الفاتح والغامق بتاعها. الحاجات دي، طب ما الحاجات دي يا ماما نور موجوده في محلات، يعني مش معنى ده المكان الوحيد اللي انت عايزه تقولي عليه، عشان ده المكان الوحيد اللي بجيب منه، المكان الوحيد اللي بيجيب من الشركات نفسها، من التوكيلات نفسها. فانت مش تعبانه ان انت تروحي في مكان وتدوري ومش عارفه مين الاصلي مين اللي مش اصلي. هتقولي طب وايه اللي خلاكي تتعاملي مع المكان؟ انا فاهمك. بس اول حاجه المكان ده جوزي اللي بيبيع الحاجات دي. تمام. بتعامل معاه من زمان. في حاجات انا جربت لما لقيتها مش موجوده عنده، فجربت ان انا اجيبها من بره من مواقع مش عايزين نقول اساميها. كل شويه ارجع ليه بقى؟ لان القطعه اللي بجيبها فيها 1000 مشكله، بتتخبط بتترزع. لكن لما تكون بتتنقل بطريقه كويسه لما تكون بتتنقل بطريقه كويسه وتتجاب كمان من موزع صح، يبقى انت شغاله مع مكان الصح. ده غير ان انت هتاخديها بجملتها. ركزي ان هو اصلا مش قطاعي، هو جمله، فبالتالي هيديكي زيك زي ما المحلات بتاخد منه. الاسعار اللي موجوده عنده مش موجوده في مكان تاني. تقولي لا بس انا دورت ولقيت ان ده زايد بس اقل عند جوزك 5 جنيه، مش كتير. مستهونه بال5 جنيه لو انت بتجيبي 1000 حاجه، لو بتجيبي 4-5 حاجات، فانت عندك مثلا في حاجات هيبقى فيها 10 و20 و30 اقل، انت اللي اولى. بعد التوصيل كمان، ما انت التاني بتوصلي بيه، فتخيلي هتلاقي السعر بقى كام. في حاجات مش هتكلم في سعرها دلوقتي، ولكن لو انت حتى قارنتي بالسعر، فالجوده وانه اصلي ما اعتقدش انك هتلاقيها في مكان تاني، او مش هقول ما اعتقدش، صعب انك تلاقيها في مكان تاني. السعر ده بالجوده دي، بان الحاجه جايه لك من الموزع المعتمد، صعبه. وفي حاجات جايه من الشركات نفسها. بس فانا مش هتكلم كتير، انا هوقف كلام لحد ما الاقي الفيديو ده طلع. الفيديو ده يطلع تحت امركم، الفيديو ده ما طلعش يبقى عارفه ان انتم مش عايزين تعرفوا. وهحط الفيديوهات اللي انا هتكلم فيها عن المنتجات دي في مكان اخر. هما الناس التانية برضو طالبين، هما اللي عايز يستفاد، اي مكان عايز يستفاد يقول، وانا عينيا الاتنين.